داعش وتنظيم داعش. دولة العراق والشام، لما لا؟ أنا مع داعش، أنا مع قيام دولة العراق والشام، لأن شبابنا يبحثون عن مشروع يخرج هذه الأمة. مع داعش؟ داعش هي دولة العراق المشروع الجاهل المتخلف. لا، ليس جاهلا، عفوا. عندما نقول داعش معنى دولة العراق والشام، الدولة الإسلامية في العراق والشام، دولة العراق والشام. نحن هذا المشروع كان ينبغي أن يتم من 50 سنة. نحن هذه الأمة الوحيدة التي لم تجد لها مكان على الكرة الأرضية. لماذا؟ لأنها ممزقة. كل العالم توحد، ألمانيا توحدت، إيطاليا توحدت، ألمانيا توحدت، كل الشعوب الأرض. تركيا أصبحت دولة لأنها أمة قومية توحد، أصبح لها كيان. إيران الفرس عمل لهم دولة. لكن لا يمكن أن أؤيد مشروع داعش عفوا أين دولة العرب؟ أنا أتكلم عن هؤلاء الشباب الأنقياء الذين انضموا لهذا الحراك، لأن حكوماتنا لم تطرح مشروع لحماية للدفاع عن كرامة الأمة. لا، هم مجموعة من القتلة. الشباب الذي تتحدث عنهم هم مجموعة من القتلة. هؤلاء لم يجدوا أمامهم إلا الهروب إلى الله، وارتدوا نفس الملابس اللي يلبسوها. ده هروب للشيطان. عفوا هم يعتقدوا هكذا. أنا عفوا أرجو لا تسيء فهمي. هؤلاء الشباب يعتقدوا أن هذا الموقف استدعوا الماضي، لأن هذا البؤس والهزيمة والانكسار اللي في الوطن العربي خلاص ذهبوا إلى حتى ملابسهم يرتدوا نفس الملابس تاع القرون مضت، وبعضهم يستخدم سيوف. هذه يوريك من الحالة النفسية اللي هم فيها، أو يعني حالة محتاجة إلى علاج. هذه أمة محتاجة لو حكومات، لا، هي محتاجة للاستئصال. أصل أنا كده هديهم شماعات. عفوا لو حكومات، هذه جماعات إرهابية شيطانية. عفوا هؤلاء شبابنا. أنا لا ألوم الشباب، ألوم حكوماتنا. نحن لن نطرح مشروع في مواجهة المشروع. لو ثوراتنا هذه اللي قامت أو تدعي أنها ثورات، معقول سقفنا بطاطس وخبز وعيش؟ هذه سقف أمة تثور بعد 100 عام؟ كان لابد أن تدمر كل هذه الحدود في الوطن العربي، تندمج في يوم واحد في دولة واحدة، يصبح لنا كيان زي الفرس، زي الترك، وزي الألمان، وزي الطليان. الثورات العربية اختطفت من قبل جماعات إرهابية لا تختلف عن ذلك. غايتها كلها أن احنا نسقط حكومات عشان نجيب عيش وملح وبطاطس. هذا عيب. أمة عظيمة كالأمة العربية لابد يكون لديها مشروع كبير.